اوعى تفتكر ان الشخص اللي بيأذيك ده بيأذيك عشان انت شخص وحش او حتى تستاهل الأذى. لو دققت النظر في حياة الشخص اللي بيأذيك هتلاقي كده في عنده نقص مجننه، سواء بقى في تعليم، في مستوى اجتماعي، في شكل، في فلوس، في محبة ناس. هو عنده حاجة كده قليلة قوي، وكل ما بيشوفها الحاجة دي عندك بيتجنن. وكل ما النواقص دي زادت، ممكن يكون حد عنده كل دول ما عندوش حاجة من الحاجات دي ومش راضي، ما عندوش حالة من الرضا، مش يشوف غيره كده ويقول بسم الله ما شاء الله ربنا يرزقنا زي ما بيرزق. لا، في ناس كده بتشوفك، كل ما تشوفك بتكبر وبتلمع تتجنن. ازاي ده ينجح وانا فاشل؟ ازاي ده يبقى عنده كل الحاجات دي وانا لا؟ بيبقوا باصين حتى في رزقك. وعشان كده بقولك انت مش شخص وحش، بالعكس انت كل ما هتكون كويس جدا وعندك اخلاق وناجح وشاطر والناس كلها بتحبك، هتلاقي الاذى منه اكتر، هتلاقيه بيغلط اكتر وبيشتم اكتر وبيضايقك اكتر وبيعمل حاجات ما ترضيش ربنا اكتر. وهنا الناس ولاد الناس بيعتزلوا ما يؤذيهم، بمعنى بياخدوا المؤذي كده ويرموه في اقرب باسكت زباله، بعيدا ان الكلب لما بيهوهو ما ينفعش ان احنا نهوهو قدامه. هو كمان الشخص الناجح ما عندوش وقت للتلقيح ولا للأذى، هو شخص مركز في حياته ومشواره وعينه على هدفه، ومدرك تماما ان الشخص المؤذي ده شخص فاشل ونفسه من عينه كده يلاقيه فاشل زيه. والوعي ده بيخليه يسقط من حساباته وما يستسلمش لشيطانه انه يرد الأذى بالأذى. وخصوصا ان احنا عارفين ان الشخص المؤذي ده هو شخص كل عيوب، هو عنده نواقص قد الفيل ابو زلوم، عنده حاجات كتيره تقدر ان انت تهينه بيها وتجرحه بيها وتغلط فيه بيها وتعايره بيها. يا جماعه قله الادب سهله، انت قادر ان انت تكون قليل الادب، قادر تتلفظ بالفاظ مش كويسه، قادر ان انت تبقى يعني شبح كده ويلا اللي عايز يعاركني يعاركني. بس اللي مش سهل ابدا ان انت تبقى قادر على كل ده وتحافظ على نظافة لسانك، تحافظ على جمال اخلاقك، تحافظ على مشوارك وطريقك ونجاحك، تركز في نفسك وبس، بسلام نفسي وامان نفسي، بابتسامة جميلة رغم كل الاذى اللي انت تعرضت له. انت هنا في منتهى القوة.